في الفشل وما علينا إلا الدفع والحث الجماهيري بقوة لإنجاح فعالياتنا من أجل خروج المحتل. هدفنا واضح الذي حدد في برنامج المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب، وهو التحرير والاستقلال واستعادة الدولة. نعم أيها الأخوة، إن المؤتمر الذي كان يقدم عليه الأخوة اليوم في القاهرة بات في الفشل. ليش؟ لأنه لن يعود ويرجع لكم، لأن الأساس هو الداخل. الأساس هو الداخل والخارج مكمل للداخل، ونحن قد قلنا هذا الكلام كثير من قبل. نحن يا أخوة لن نتضارب على مسؤولية مثل ما يقولوا أو على أموال. لا يوجد لدينا أي مصدر أساسي من أي دولة أو من أي اتجاه. اعتمادنا الأساسي التبرعات التي تأتي منكم فقط، على 100 ريال التي تدفع، أو على الجريح التي تقوم بمعالجته، أو على التبرعات التي تأتي من بعض المغتربين. ولن نتضارب على مناصب قيادية، نتضارب على التضحية في ميادين الشرف. فمن كان لديه القدرة اليوم، فمن كان لديه القدرة على التضحية والقدوم فليقدم، وما زالت الثورة موجودة، ونحن سنكون عامل أساسي ومساعد له للوصول إلى أي منصب يريده في ثورتنا. نعم أيها الأخوة، ثورتنا جاءت لتنتصر، لن تأتي ثورتنا من فراغ. نعم يجب أن يفهم الصغير والكبير، يجب أن يفهم كل أبناء الجنوب أن ثورتنا لن توقف، ووقوف ثورتنا مرهون باستعادة دولتنا وعصمتها عدل الحرة إن شاء الله. لا وحدة لا فدرالية والله استعمال ثورتنا ثورة شعبية رجع بالجبار. لا وحدة لا فدرالية برا يستعمال ثورتنا ثورة شعبية رجع بالجبار. لا وحدة لا فدرالية برا يستعمال. نعم أيها الأخوة، يجب أن نكبر بحجم قضيتنا. يجب أن ننبذ ونترك سلبيات الماضي، ويجب أن نأخذ بإيجابيات الماضي ونترك السلبيات. أما الحاضر فليس لديه أي إيجابيات، وكل ما هو موجود سلبيات، من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة تضمن لنا حقوق كل أبناء الجنوب بالتساوي من الرئيس حتى أصل. نحن على وطني جنوبي عام مثل ما قلناه من قبل، وقلنا للأخوة في القاهرة إن عقد الوطني الجنوبي العام لكل أبناء الجنوب يتم إلا الداخل، وسيتم بالتنسيق معكم والخارج. واليوم وصلوا إلى ما قلناه لهم، وإن شاء الله إن سيتم التحضير لعقد مؤتمر وطني جنوبي عام في الداخل. عقد مؤتمر وطني جنوبي عام في الداخل يتم فيه اختيار قيادة من أجل أن تنقل قضيتنا أمام أنظار العالم. ونحن لن نتضارب على مسؤولية. نحن قلنا للأخ البيض وللرئيس علي سالم البيض، وقلنا لحيدر أبو بكر العطاس وعلي ناصر محمد، لا خلاف أن تكون قيادات يتم اختيارها في عقد المؤتمر الوطني الجنوبي، ولكن يجب أن تكون العامل الأساسي والدافع الأساسي لإنجاح عقد مؤتمر وطني جنوبي من أجل أن يخرجنا من هذا المأزق الموجود، ومن أجل أن يوقف مخططات العدو الذي تحاول شق وحدة صفنا وتحاول التفكيك من ثورتنا. يجب أن يكون عامل أساسي مساعد لنا وليس عامل تشتيت وتفريق لنا. وإن لم يستطيعوا عليهم أن يتركوا الداخل وشأنه، ونحن قادرين على عقد مؤتمر وطني جنوبي. ولكن نقول لكم بالأخير يجب أن تثقوا أن كل القيادات الجنوبية ستقف إن شاء الله من أجل مساعدتنا لعقد مؤتمر وطني جنوبي. وإن لم يوقفوا فنقول لهم شأنهم لهم، ونحن قادمون على عقد مؤتمر وطني جنوبي، ولا خلاف من اختيار قيادات تكون لها من كانت. لا خلاف، لن نتضارب على مسؤولية. هدفنا هو استعادة دولتنا، هدفنا هو استعادة دولتنا فقط. وعند استعادة، ولو كان تضارب على مسؤولية، المرحلة هي مناسبة لأن تريده. الضعفاء الذين شقوا بعد اليوم الذي يصنعون الذي نحن به من أجل القدوم أمام المحتل، من أجل الحصول على مناصب أو زيارات، من أجل محاولة شق صفنا. اليوم الذي لا يوقف إلى جانبكم وما زال يعمل مع نظام الاحتلال لا تعتمدوا عليه.
يأتي معكم لن يأتي معكم في أي مرحلة أخرى. صح نحن نقبل بكل الجنوبيين وقد قلنا تصالح التسامح، نقبل بكل الجنوبيين وقد قلنا تصالح التسامح، لكن لا نستطيع أن نثق بهم وأن نوليهم على قضيتنا، لا نستطيع. نحن حريصين كل الحرص على الوصول إلى استعادة دولتنا، حريصين كل الحرص، وحرصنا هو ألا تسلم الأمور ليد ناس يتبايعوا أو يضيعوا قضيتنا مرة أخرى. وإذا عملوا ما في قضيتنا أخرى لا نستطيع إلا بعد فترة كبيرة أو بعد فترة طويلة، ولكن يجب أن نحرص كل الحرص، ومثل ما قواعدنا حريصة إنجاح دولتنا نحن يجب أن نحرص على الوصول وعلى من نوليهم، وأن يكونوا في موقع القرار من أجل التأكد على كيف يتم التعامل مع نظام الاحتلال أو مع الجامعة العربية أو مجلس الأمن الدولي للحوار من أجل استعادة دولتنا. نحن في حوار إشراف مجلس الأمن الدولي أو من قبل الجامعة العربية ويتم التدخل فيه من قبل الاتحاد الأوروبي أو من قبل بريطانيا أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للإشراف على حوار بين اتجاهين، بين دولتين دخلت الوحدة عام 90، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، والحوار الذي يتم على طاولة بين دولتين للوصول إلى استعادة دولتنا إن شاء الله. أما أن يشاركون يحاولوا كبت أو ضم الحراك الجنوبي أو ضمنا كأننا طرف، لا، نحن ليس صعدا.